السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص الخطاب الملكي اللي هو خطاب العرش، اللي نقدر نصنفه أو نقسمه لقسمين أو جزئين. الجزء الأول اللي تطرق فيه محمد السادس حفظه الله، تكلم فيه على مسائل الداخلية المغربية، ما يخص بالتنمية والجفاف والصحة والمسؤولية مع المحاسبة والرياضة اللي كانت المنتخب المغربي في أوج العطاء ديالو في قطر، تبارك الله. الدوله المغربيه تبارك الله، المملكه المغربيه تبارك الله اللي شرفها وعندك الجزء الثاني اللي هو خارجي، اللي يتكلم على القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيه الملك محمد السادس حفظه الله، وقضيه كل مغربي. هنا كيقول لك بان يجب حل الدولتين مع القدس الشرقيه عاصمه لفلسطين. هنا بيصدق الباب على دوك بعض الاشخاص او المسؤولين او بعض الناس اللي كيصطادوا في الماء العكر، بحكم مؤخرا اسرائيل اعترفت بالصحراء المغربيه، كما نقولوا حنا باش يشدوا الماء الجانب. كتبقى المسائل اللي هي مغربيه مع دول اخرين راه مسائل بوحده، وكتبقى القضيه الفلسطينيه لقضيه ملك وكل مغربي. كاين مساله اللي داخله في المسائل الخارجيه، القضيه الجزائر الشقيقه، لان كيصرح ملك المغرب حفظه الله بان شحال مره صرح بها، شحال مره تقريبا ثالث خطاب، عمر ما غادي يجي سوء من المملكه المغربيه الشريفه تجاه الجزائر، لان كنبقاو جيران وجمعنا علاقات ديال الاخوه، الاسلام، الدين، المصاهرات، التاريخ، الجغرافيا، اي شيء. غير غنتطرق لهذاك الجزء ديال يتكلم فيه على الدوله الجزائريه من هذا المقتطف من خطاب محمد السادس حفظه الله. شعبي العزيز، إن أملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار. وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نختم هذه المناسبة. هنا كنوجه الرساله ديالي الى اخواني الجزائريين، يسالقش تصنت دعاة الفتنه والبلبله، واللي في القلب ديالهم الله يستر الشر والضغينه وما عرفش هو صالح. سبحان الله، هذا كلام اللي هو خرج من ملك المغرب. لهذا اقول حفظ الله المملكه المغربيه الضاربه في عمق التاريخ، من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة، وحفظ الله بلاد الجزائر الشقيقة بلاد الشهداء، وحفظ الله جميع بلدان الدول العربية والمسلمة من كل شر ومن كل سوء يا رب. من أراد بالدول بالمملكة المغربية والجزائر الشقيقة وجميع الدول العربية والمسلمة، من أراد بهم شرا، فاللهم اجعل كيده في نحره واشتغله في نفسه. السلام عليكم.